بصيلي كده على الجمال ده، بصيلي على اللمعة الحلوة دي. طب شوفي كده لونها التحفة ده، يا سلام بقى لو دقتي طعمها حكاية. انا جايه النهارده هقولك على كل الاسرار والتركات اللي بيعملوها المطاعم وبيعملوها السوريين للفراخ عشان تطلع بالحلاوه دي، تبقى لونها ذهبي من بره كده وتحفه وبتلمع وجميله ومن جوه طريه وجوسي ودايبه وسكر سكر. تعالى اقولك على كل الاسرار. هنا معايا الفراخ مغسوله ومحطوطه في محلول النقع وزي الفل ومشرخاها كده علشان تدخل فيها التتبيله. معايا بصلايه وطماطمايه. السر كله بقى في التتبيله اللي هنعملها دلوقتي في التوابل. التوابل اللي معانا: كزبره ناشفه، كركم، فلفل اسمر، جوز الطيب، حبهان بودر، كبابه صيني، وبابريكا مدخنه عشان تدينا طعم الشوي، وفلفل ابيض اختياري لو موجود عندك، وتوم بودره وبصل بودره، وتوابل حلبي واورجانو او الزعتر، وفلفل حلو خشن، وكمان هحط معاها ملح. هجيب بقى شفشق الخلاط وهنزل بالبصل والطماطم وهحط بالتوابل دي. بصيلي بقى على جمال التوابل والالوان وريحتها بقى وهي بتنزل كده على بعض تحفة. ما تستكتريش التوابل لان دي اللي هتخليها لك زي المحلات بتاعت بره. وكمان معايا معلقة كبيرة من الصويا صوص، وعلشان الحاجات دي تمسك في الفراخ هنحط عليها ربع كوباية كده من الزيت. وعشان خاطر نظبط الملح هنحط معلقة من الملح ونظبطها شوية شوية. وكمان هحط بقى شوية من المية كده حوالي ربع كوباية عشان تشتغل في الخلاط. هضربها كويس جدا لغاية لما الخليط يبقى معايا ناعم كده والتتبيلة تبقى جاهزة. انا نفسي تشموا الريحة بتاعت التتبيلة دلوقتي، ريحتها تجنن لوحدها. هنزل بقى كده على الفراخ وهغطيها بالتتبيلة من كل حتة، وهدخل في الفتحات اللي انا عملتها في الصدر والنغزات اللي عملتها في الورك. هتبلها كويس جدا وبعد كده هشيلها في التلاجة. تقدر تشيلها لمدة ساعتين، بس انا هبيتها ليلة كاملة في التلاجة، وتاني يوم ان شاء الله طلعتها وحطيتها في الصينية وحطيتها في الفرن. استوت معايا. بقيت اخد من الصوص اللي نزل منها وادهن الوش بتاعها كده هوت لغاية لما وشها اتحمر. طلعت معايا حلوة قوي قوي، طرية وجميلة قوي، والصدر مش مفتل ولا تقيل كده على الاولاد، هيحبوه قوي قوي. وهي الفرخة اللي هتسلقيها اعمليها بالطريقة دي كأنك جايباها من بره.